ازيكم يا اغلى اخوات؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض حمام محشي بالفريك بطريقه حلوه جدا هتعجبكم. وكمان هنعمل باميه ويكا اللي هي الصعيدي دي. وهنعمل كمان باميه بالصلصه باللحمه الضاني، حاجه كده جميله جدا. وان شاء الله الاكل هيعجبكم. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في قناتي، ونسمي بالله ونبدأ. اول حاجه جبت الحمام غسلته كويس قوي ونضفته، وبعد كده عصرت عليه ليمون وحطيت عليه رشه نسكافيه اللي هي سريعه الذوبان دي عشان بتضيع الزفاره خالص. ونقعته وسبته في الميه. جبت هنا بقى الكيس فريك، حوالي نص كيلو فريك. حطيت عليه ميه بتغلي زي ما انتم شايفين كده، ونسيبه 10 دقايق لحد ما يطرى خالص. حله على النار فيها ميه بتغلي، حطيت فلفل اسود وحبهان وورق لورا جوز الطيب وملح، وحطيت معلقة صلصة. وطبعا بصلاية، والبصلاية هنا أساسية، لازم في أي شوربة أو أي حاجة يعني بنسلقها لازم نحط بصل عشان الشوربة تبقى طعمها حلو جدا. التوابل مع البصل بالحاجات ديت بتبقى حلوة جدا. طبعا أنا سقطت اللحمة الضاني زي ما انتم شايفين كده. بعد 10 دقايق كان الفريك هنا هو خلاص بقى طري معايا، غسلته كويس وصفيته زي ما انتم شايفين كده في الصفاية. وبعد كده جبت معلقة سمنة كبيرة كده حلوة، او معلقه زبده براحتكم، وحطيت عليهم حبه زيت. وبعد كده هنزل بالفريك. الفريك طبعا مغسول ومنقوع ومتنشف كده مصفيه خالص. وبعد كده حطيت التوابل، عباره عن فلفل اسود وبصل، بصل بودر وتوم بودر والملح. ما حطيتش اكتر من كده توابل، بتبقى يعني التوابل دي بتبقى حلوه جدا مع الفريك. هفضل بقى اقلب كده حوالي 5 دقايق كده شويه حلوين. قعدت اقلب في الفريك كده 10 دقايق بالظبط كده لحد ما بفلفل معاه وبقى بالشكل ده. كده الفريك بقى عندي تمام، سبته يبرد تماما. وبعد ما يبرد خالص خالص زي ما انتم شايفين كده، ابتدي بقى احشي الحمام. همسك الحمامية كده ايه، احط جناحاتها ورا ظهرها كده. وبعد كده اخد بالمعلقة الفريك كده واحط في الحمامة زي ما انتم شايفين يعني. انا مش محتاجة اشرح، المفروض تتفرجوا اكتر من ان انا اشرح يعني. بس كده اهم حاجه مملاش الحمامه جامد قوي عشان ما تفرقعش مني في وانا بسلقها. يعني لازم اكون ايه، اخلي الحماميه تكون هاويه كده، ما تبقاش مليانه فريك قوي قوي زي ما انتم شايفين كده. بص مش مليانه خالص عشان ما تفرقعش مني وهنزعل لما تفرقع يعني. هبتدي بقى كده اقفلها. احط طبعا الهديه اللي ولادي بيحبوها، الكبده والقنصه يعني بيحبوها جدا، مسمينها الهديه. فانا هدخلها كده الحمامة، هكتفها. وبعد كده هجيب بقى ايه الخلة، وابتدي ايه اقفلها كويس زي ما انتم شايفين كده. يعني انا مش هعرف اتكلم اكتر من انتوا هتشوفوا اكتر. بس كده كده الحمامة بقت تمام معايا ومش مليانة قوي، عشان لما تيجي تسلق بتتنفخ فما تفرقعش معانا. هعمل معاكم كمان برضو واحدة، مسكت الراس كده شلتها، وبعد كده ايه قفلت الزور عشان لما اجي احط الفريك ما يقعش مني. وهبتدي بقى ايه كده احشي الحمامة. شايفين انا بعمل ازاي؟ طبعا الستات الكبيرة طبعا ما شاء الله يعني، يعني فاهمين وعارفين كل اللي انا بعمله ده. الكلام الشرح ده للبنوات الصغيرة اللي لسه بقى متجوزة جديد، واللي لسه كمان مقبلة على الجواز، فالحاجات دي بتبقى بالنسبة لها يعني عايزة تتعلمها كويس. بس كده بعد كده احط الكبدة والقنصة، اسد بيهم الفريك عشان ما يطلعش مني لما اجي اسلقه. وكمان عشان زيادة امان هقفل بالخلة كده زي ما انتم شايفين كده. وهعمل باقي الكمية كلها وهرجع لكم. شايفين بقى الحمامة مش مليانة على الآخر، لازم يكون هاوية كده عشان خاطر ما تبقاش لما نيجي نسلقها ما تفرقعش. كده عملت الحمام كله. وهنا بقى كان معايا حبة بامية كبيرة شوية. البامية دي أنا هعملها ويكا، هخرطها شرايح كده زي ما انتم شايفين كده. هشيل الحتة اللي من فوق، وبعد كده أخرطها كده يعني شرايح خفيفة كده. وطبعا هشيل الحتة اللي من تحت. هعمل معاكم برضو واحدة تانية بخرطها بالشكل ده. والحتة اللي من تحت اللي انتوا شايفينها دي وقعت مني اطلعها، دي كمان دي بتترمي. عملت بقى الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنا اهو هنعمل هنا الويكا. وطبعا هصفي الشوربة من الحبهان وورق لورا. واحدة صاحبتي غالية عليا قوي بتحب بتحب المقطع ده قوي، اللي هو اللي اصفي الشوربة من الشوائب، وتحبها جدا وبتضحك عليها قوي.
كده خلاص تمام. انا حطيت الباميه الويكا في الشوربه زي ما انتم شايفين كده، سبتها تغلي حوالي 10 دقايق. وبعد كده كان عندي هنا بقى الميه بتاعت الحمام اللي هسلق فيها الحمام غلت وسخنت. حطيت حبهان ورق لورا وفلفل اسود وبصل، وابتدي بقى انزل بقى الحمام كده، وحطيت حبه ملح، وابتدي اقلب كده واسيبهم بقى ايه يستووا مع نفسهم. كان عندي هنا البامية بعد 10 دقايق بالظبط كده، خدت 12 دقيقة استوت تمام. نسيبها تبرد وبعد كده هندخل بقى على البامية اللي بالصلصة اللي هنعملها باللحمة الضاني. جبت البصل كده خرطته كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده حطيت عليه فلفل اسود، حبة فلفل اسود طبعا، وحطيت معلقة سمنة. وبعد كده هنا هوت جبت معلقة توم صغيرة. واول ما ريحة التوم تطلع بالشكل دوت، عندي هنا كده ريحة التوم طلعت، رحت انا بقى نزلت بالبامية. بامية عندي وسط، مش كبيرة قوي ومش صغيرة قوي. هبتدي بقى اقلب البصل بالثوم بالسمنة بالبامية كده مع بعض حبة كده حلوين، بتاع حوالي 5 دقايق بالشكل دوت. الطريقة دي حلوة جدا على فكرة. بعد كده جبت بقى معلقة صلصة، ابتدي بقى نزلت كده بمعلقة صلصة، اقعد اقلب شوية حلوين كده. وبعد كده هنزل بقى بالعصير الطماطم، واسيبها بقى تتسبك شوية مع نفسها. اثناء ما هي بقى بتتسبك مع نفسها هنا هو كانت الحمام هنا استوى عندي. ابتدي بقى اطلع الحمام بالشكل ده كده. بعد كده كانت اللي هنا البامية اتسبكت معايا كده، هحطها بقى في طاجن زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى ايه، احط اللحمة الضاني. كانت طبعا استوت معايا يعني حوالي 90% سوا، يعني يعتبر مستوية سوا تمام كامل يعني. بعد كده طبعا حطيت حبة شوربة وظبطتها، واحطها في الفرن شوية مع نفسها تكمل سواها. هنا بقى البامية كانت بردت معايا خالص اللي هي الويكا. اهو ابتدي بقى ايه، افركها كده او اهرسها بالهراسة كده بتاعت البطاطس زي ما انتم شايفين كده. هرستها خالص، وبعد كده هعملها طشة زي طشة الملوخية بالظبط. جبت السمنة، وبعد كده هنزل بالثوم زي ما انتم شايفين كده. واول ما ريحة الثوم تطلع كده شوية، هحط حبة توم. هي لسه الثوم ما اتحمرش هنا. اول ما ريحة الثوم تطلع كده بحط حبة كده، بتبقى تديها طعم حلو جدا على فكرة. وبعد كده اول ما الثوم يحمر معايا وياخد لون كده ذهبي خفيف، انزل بقى ايه، اعمل الطشه بتاعت الملوخيه، بس هي تبقى ويكه بقى مش ملوخيه زي ما انتم شايفين كده. تمام كده الباميه بقت تمام عندي، او الويكه بقت تمام عندي. هنا بقى هجيب الحمام، هبتدي بقى ايه احمر الحمام في حبه زيت بالشكل ده. واول ما ياخد لون من تحت ابتدي اقلبه بالشكل ده كده. بس خلي بالكم بقى وانتوا بتقلوا في الزيت، عشان الزيت بص كان بيضرب ازاي. كده الحمام خد لون جميل جدا معايا، اطلعه بقى واحده واحده كده. شايفين الحمامية عاملة زي لون الذهب، جميلة جدا ما شاء الله، كان جميل جدا. طلعت بقى الحمام كله وعملت الكمية كلها، وبقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله الحمام تحفة تحفة جدا، وطعمه كان خطير. كده بقى قدمنا السفرة كلها. هنا عملت بقى الحمام والشوربة والويكا. الويكا دي جميلة جدا، عايزاكم تجربوها، ويكا صعيدي تحفة. وهنا البامية بالصلصة اللي باللحمة الضاني، ورز بشعرية. ويا رب تكون سفرتنا النهاردة عجبتكم. ولو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في قناتي، وأشوفكم في وصفات كتير إن شاء الله، وربنا يحسن ما بين إيديكم. باي باي.